صينية البطاطس اللي مفيش بيت في مصر ما بيعملهاش، ومفيش حد مزنوق في أكلة أو في وصفة أو في غدا سريع وما بيتخشش تعملها على طول. الصينية المنجزة اللي أي ست بيت تقوللها ناكل إيه النهاردة تقولك يلا بينا نعمل صينية البطاطس من غير فراخ ومن غير لحمة. هنعمل صينية البطاطس بتكات وبأسرار لأول مرة هتشوفيها عندي، والطعم خيال، وهتجربي وهتدعيلي. الريحة والطعم والشكل كل ده من غير بروتين. يلا بينا ندوق. شايفين بقى اللون والجمال والطعامة، كل ده كده من غير اي مواد دهنية او اي بروتين، مع شوية رز. تقدري ان شاء الله تعملي الوصفة وتعجبك. ما تنسيش في بداية الفيديو تحطي لي اللايك والكومنت الحلو اللي بيفرحني جدا جدا. الف مبروك لاهل سوريا الكرام، رجوعهم لارضهم. طبعا الحمد لله، نصر ربنا دايما قريب، وما ذلك على الله بعزيز. ببارك لكم من كل قلبي، نورتم بلدنا وهتفضلوا دايما منورين. يا مساء الفل عليكم، دمتم حلوين وفي القلب محفوظين. بعتذر جدا ان صوتي مفيش صوت. الاحبال الصوتية مش عارفة هو الاحبال الصوتية ولا برد ولا ايه اللي حصل في صوتي، بس انا صحيت من النوم لقيت نص صوتي مش موجود. مصر يعني صينية بطاطس. مفيش حد في مصر ما بيعملش صينية البطاطس، ومفيش حد بيعملها زي حد. كل حد او كل بيت في مصر بيعمل صينية البطاطس بشكل وبطريقة وبطعم مختلفين خالص 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 خالص. النهاردة احنا هنعمل صينية البطاطس على البوتاجاز، مش هتخش الفرن خالص خالص خالص. عايزين نعمل صينية بطاطس سهلة سريعة، التست بتاعها يضرب في النافوخ. مش اي صينية بطاطس مش تك تك على بعض، لا 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 لا. انا هوريكم النهاردة اسرار وتركات هتاكلي صينية بطاطس عالمية، واوعدك وتحدي ان انت لو عملتيها بالطريقة دي هتفوق كل التوقعات والتخيلات. فاتمنى بقى كده اللي بتتفرج تحط اللايك وتكتبش الكومنت. انا عايزه الاتنين. انا طماعه. هتحطي اللايك تكتبي الكومنت، هتحطي الديسلايك هتكتبي لي برضو الكومنت. واللي بتتفرج وقد ايه انا حبتني وقد ايه انا عجبتها وقد ايه الفيديو رائع، طب فعلي الجرس الكلي عشان انا اوصل لك، وكل ما اطلع كده اظهر اخش لك على طول على التليفون ان شاء الله. يعني ايه رايكم في الازرق؟ لبست النهارده ازرق، ومن الالوان اللي انا بتكسف اصلا البسها، حسها مزهزهه كده. بس ايه رايكم بقى؟ شياكه واناقه وكده يعني، عشان طبعا صينيه البطاطس لازم نتشيك لها يعني. الناس اللي سألت قبل كده ليه يعني بلبس كده وانا بطبخ وكده، هطلع ازاي يا جماعه؟ اطلع بالبيجامه؟ يرضيكوا اطلع بالبيجامه او اطلع باي حاجه كده؟ ما ينفعش ما ينفعش، ده شغل كاني بشتغل. مش قنوات التلفزيون بتاعت الاكل، الشيفات بيطلعوا لابسين شيكين وحاطين ميك اب كل حاجه، لان كاميرا وشاشه وجمهور بيتفرج عليا كل الجنسيات وكل العالم. ما ينفعش اطلع بلبس او بشكل لا يليق بيه ولا يليق بيكم ولا يليق بمبادئي وبأخلاقي. فعشان كده انا بطلع كأني خارجة كأني كده، لان ده بعتبره شغلي، كأني رايحة اشتغل في حتة، ودي تعتبر شركة. انا بشتغل في شركة اللي هي اليوتيوب، فلازم اطلع كده في الفيديو كأني رايحة الوظيفة بتاعتي بكامل اناقتي وشياكتي وكده يعني. ده عشان الناس اللي سألت. انا ما اقدرش اطلع باي حاجة اخرى غير لبسي الرائع ده. يلا بينا بقى على صينية البطاطس، عشان البت جدة دي رغية رغي ما اقولكوش. يلا بينا. يلا بينا بقى ندخل على صينية البطاطس بتاعة غدغودة، اللي بصوا ريحتها النهاردة كانت جايبة اخر العمارة. علشان انا مش بعمل البطاطس ني في ني، وما بعملهاش كده اي كلام، ده انا بعملها بتكاتيك وبحبة تركات هتخليها لك عظمة على عظمة يا ست. بعتذر جدا ان انا صوتي، يعني انا صحيت والله من النوم ما لقيتش صوتي، مش عارفه هو راح فين يا جماعه. والساعه دلوقتي 9:30 بالليل، كل ده انا قاعده مش عارفه اسجل لكم الصوت، لان انا الصوت مش لاقياه، بيروح وبيجي والله.
يعني هو بيجي شويه ويروح شويه ويجي شويه ويروح شويه، مش عارفه هو راح فين. الحمد لله. تقريبا التهاب في الاحبال الصوتيه حاجه كده يعني. هنا بقى ايه، انا هبتدي ان انا اقطع البطاطس دواير، هقطع البصل دواير، هنقطع الطماطم دواير، والفلفل الاخضر دواير، كله دواير 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 كده. تمام. طب ليه يا جدع نزلتي طالما صوتك تعبان؟ عشان النهارده الحد يا جماعه، يوم الحد ده بيبقى عيد في اليوتيوب. ليه يا جدع؟ بيبقى الريتش عالي شويتين كده، فبحب انزل اليوم ده. فبعتذر لكم المره التانية لو بسجل وصوتي تعبان وازعجتكم يعني. هنا بقى انا قطعت خلاص البطاطس والبصل والطماطم كله كده ايه دواير زي ما انتم شايفين. طبعا البطاطس لازم لما تقطعيها يكون ليها سمك، علشان لو قطعتيها رفيع هتتهري، فلازم وانتي بتقطعيها تبقى في السمك اللي انا وريتهولك في الفيديو. هنيجي بقى في طاسه ألمونيوم حلوه كده من بتاعت ماما تيتا ستو جدو اي حد، عشان بتخلي الاكل طعمه حلو جدا. معلقه سمنه بلدي، معلقه سمنه فلاحي، مكعب زبده، سمنه معلبه اي حاجه، مع معلقتين زيت. تمام كده. حطيت كمان فصين مستكه وهسخنهم كويس جدا. يبقى حطيت معلقه سمنه، معلقتين زيت، فصين مستكه. مستكه بتخلي صينيه البطاطس في حته تانية خالص. طيب بعد ما الزيت بيسخن مع السمنه والمستكه، بنزل اشوح البصل الاول. انا عايزه ريحه البصل تطلع، ما بحطش الخضار كله على بعض، لا بحط الاول البصل عشان ريحته تطلع. بس لازم كده ايه، تدلعوا الوصفه بتاعتكم والاكله بتاعتكم علشان تاخدوا فعلا نتيجه مبهره. الناس اللي بتبقى مستعجله وتحط الاكل على بعضه وتقولك كده خلاص، وتلاقي الاكل ايه يعني طعمه حلو بس مش مميز. ليه دايما بيفرق لما تيجي تاكلي عند حد يقولك ايه، صينيه البطاطس بتاعتها مميزه، انا ما دقتش صينيه البطاطس دي في حته تانية. ليه دايما الكلمه دي بتتقال؟ عشان هي بتدلع صينيه البطاطس، بتهشتكها كده على البوتاجاز، ما بتعملهاش وهي متقدره. حبي الاكل هيوصل للقلب على طول. طيب هنا بقى بعد ما البصله لونها طلع ازاي، يا لهوي عليا وعلى سنيني. ريحتها طلعت، نزلت بباقي الخضار. ولما نزلت بباقي الخضار اديته تشويحتين، ونزلت بمعلقه كزبره ناشفه، ونزلت بمكعب ماجي. مكعب الماجي اختياري، لو مش حابه تحطيه شيليه من الوصفه. يبقى شوحنا البصل في السمنه وفي المستكه وفي الزيت. اول ما دبل معايا نزلت بالطماطم وبالفلفل. اول ما دبلوا نزلت بمعلقه كزبره ناشفه كبيره، ونزلت بمكعب ماجي. وفي اللحظه دي انت هتقولي يا لهوي، ايه الريحة الجميلة دي، ايه العظمة دي. يلا بقى نحط باقي البهارات. حطيت كمان فلفل اسمر وبهارات فراخ. طيب ليه يا جدع بتحطي البهارات على الخلطة وهي بتتشوح؟ علشان انا عايزة ريحة البهار يطلع، انا عايزة البهار يديني النكهة بتاعته. لما بنحطوه في الاخر النكهة بتاعته ما بتطلعش. وهتلاحظوا ان في دول اسيا دايما بيشوحوا البهارات الاول. ليه بيعملوا الخطوة دي؟ عشان نكهة البهار تطلع فتعلي معاكي التست بتاع الاكلة. تمام كده. بعد بقى ما حطيت خلاص شوحت الفلفل الاسمر وبهارات الفراخ، بنزل بقى واشوح البطاطس مع الكلام ده. شايفين بقى اللون؟ شايفين صينيه البطاطس لونها وشكلها بقى عامل ازاي؟ بذمتك كده احلى ولا انا اعملها متقدره تيك تيك على بعض احلى؟ كده احلى اظن يعني. نزلت كمان بمعلقتين صلصه حلوين. يبقى كل البهارات اللي انا استخدمتها فلفل اسمر، بهارات فراخ، كزبره ناشفه، بس كده دي البهارات اللي انا استخدمتها. هنحط الملح دلوقتي، بس الاول ايه، نقلب الصلصه كويس جدا كده مع البطاطس. شايفين بقى اللون؟ لوحه فنيه، بقت لوحه فنيه. طيب بعد بقى ما البطاطس تتشوح مع الخضار، بنزل بايه، بالسر رقم 4 أو 5. التوم المفروم انا مش بحطه في الاول. لو حطيتيه في الاول هيتحرق مع الكزبره وهيدي طعم شياط، فانا بحطه في اخر التشويح قبل ما خلاص هسقط الميه والحاجات دي بحطه. بعد كده بنزل بحوالي كوبايتين ميه سخنه يخلوا البطاطس ايه، عايمه بس مش عايمه قوي، زي ما انتم شايفين في خلال الفيديو كده. تمام. شايفين بقى اللون والجمال؟ انا كان نفسي بقى تشموا الريحه يا جماعه. بجد الطريقه بتاعت صينيه البطاطس دي تحفه. انت مش محتاجه فعليا ولا فراخ ولا لحمه، بسبب طعمها. هي بتتاكل حاف كده مع الرز.
هتحطي كمان بقى ايه الملح بتاعك. انا حطيت حوالي معلقه ملح صغيره على الكميه بتاعتي وقلبت. بتاخد غلوتين وبوطي عليها النار خالص، بوطي النار خالص شمعة زي الرز وبغطيها. بتاخد حوالي 15 دقيقة بالظبط وتلاقيها استوت. لان طبعا ايه البوتاجاز من فوق بيبقى اسرع من الفرن اهي. بص بقى لما بتستوي طبعا انا بحب انشفها، مش بنحب يكون فيها صوص اللي هي بتبقى عايم ده، لا بيعمل لي حموض انا وما بحبش المنظر ده. بصوا انا بحب البطاطس بالمنظر ده، تحسوها كده مشويه في الفرن، محطوطه كده في جريل، متعرفوش هي عباره عن ايه بالظبط. بصوا بقى اللون والجمال ولا الريحه يا جماعه، الله الله. واحده كاتبالي يا بخته يا جاده اللي هيتجوزك. هو يا بخته فعلا يا طنط والله، لما يجي بقى قولي له. ربنا يكبر بخاطرك يا رب، وشكرا جدا على ثقتك فيا. انا عايزاكم تجربوا الوصفه دي، لان انا مهما اتكلم واقول لكم قد ايه هي جميله مش هتصدقوني غير لما تجربوا. انا عايزاكم تجربوا وهستنى كومنتاتكم وتقولوا لي يا جاده احنا جربنا الصينيه بطريقتك وطلعت معانا عامله ازاي. وانا واثقه في كلامي، فعشان كده عايزاكم تجربوا. فكل واحده كده بكره عندك، مفيش حد ما عندوش بطاطس، تخشوا تجربوا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.